هي دي بقى بطاطس الجمبري اللي بنروح لها من كل مكان، وفطار مصر اصيل متحوج، طبق فول عليه زيت حار وطحينه خام، يبقى لازم تعرفوا المكان الكشري. فطار الساعه 7 الصبح مش هيكلفك غير 100 جنيه. كلنا دلوقتي بنحب بطاطس الجمبري، وكلنا عارفين المكان اللي احنا بنروح له مخصوص، لكن انا جاي دي خلطة الشبراوي واحد بقى. هنبدا الفيديو، بس عايزك تصلي على النبي وتعمل لايك بايدك الحلوه دي، وما تنساش تعمل لي كومنت جميل. انا بيعملوا طعميه بسطرمه وطعميه محشيه وطعميه كيري، والكيري اللي انا بقول لك عليها اصلا ما بنشتغلش الا في كيري اصلي يا ريس. لا ما شاء الله، ده انضف زيت انا شفته في عربيات فول لحد دلوقتي، لان الزيت نضيف نضيف نضيف، مش زيت بترول. كمان بقى بيعملوا شويه فول عجب الصراحه، لان الفول عندهم بيتحوج تحويجه عالميه وما يختلفش عليها اتنين. نزلك بقى بالزيت الحار والطحينه والدقه بتاعتهم المخصوص يا معلم. احنا متميزين في طبق الفول ده. عندهم اختراع اسمه F16، حرفيا طبق بيض فيه كل الحاجات اللي انت قلبك يحبها من الاخر. اشوفكم على مكان في اخر الفيديو. استنين اي حد في التجمع، الصينيه دي ب 100 جنيه بس. ما قلنا فطار يبقى لازم بطاطس وجبنه رومي وبيض وبتنجان وفلفل ومخلل وكل حاجه من اللي قلبك يحبها دي، وشيبسي وبليد اومليت وكل حاجه. ما تنساش طبق الفول ابو زيت حار والطعميه والجبنه المقليه، والجبنه المقليه عندهم بتشد، وهتشوفوا في اخر الفيديو. وهو ده بقى الفطار المصري الاصيل اللي تيجي انت وصاحبك يوم الجمعه الساعه 7 الصبح تفطروا احسن فطار رايق في التجمع يا معلم. نبدأ بأول حاجة بقى بالفول، وهو بقى الفول اللي بالزيت الحار متحوج تحويجة كده تحبيشة عالمية يا معلم، على كيف ما تاخد منه قطمة من هنا هتحس بطبق الفول بالظبط اللي بالزيت الحار اللي بناكله على عربيات الفول من زمان. ده بقى كان فول بالسجق، حرفيا كان عالمي. بطاطس الجمبري بقى حرفيا عليها تتبيلة عالمية، على طول بقى بالجبنة المقلية عشان تشد معانا بدل ما تبرد مننا، وحرفيا بتشد ال5 متر فوق. كمان طعمها خطير، مش بتشد بس طعمها جميل جدا. ادخل بقى على بيض F16 في كل حاجة، اطلبوه من هناك حرفيا هيعجبك. لا الكلام ده كله بقى ميه سلطه كده يا معلم. خلي بالكم ميه السلطه حراقه جدا للناس اللي تحب السبايس، وبيض بقى مدحرج كده بالسمنه بلدي بلدي بلدي. بطاطس الصوابع عليها برضو تتبيله مميزه جدا.